الحقيقة أجد اليوم نفسي في غاية السعادة والسرور أن أكون في هذا المكان، ولي الشرف الكبير أن توجه لي الدعوة للمشاركة في الموسم الثقافي لكليتكم العزيزة، ونأمل الاستمرار والتعاون بين كليتينا خدمة لأهداف الحزب ولمسيرة الثورة. الحقيقة اليوم صادفت بعض الإشكال، وارجو أن يسمح لي العقيد ركن عبد فد مطب صغير. الحقيقة دا أسأل عن شخص وهو موجود بجانبي، فأني أحكي لكم هالقصة هذه الصغيرة قبل ما نبتدي، أو هاللطيفة قبل ما نبتدي، ويعرفون الضباط اللي مشتغلين وياي بالوحدات انه انا اصادف احيانا مطبات وانا السبب بها، انا بطلها مثل ما يقول. كنت تلميذ في كلية الاركان سنة 66، وانا طبعا ورا 18 تشرين وتبهذلنا اسوة ويا بقية المناضلين، فكل يوم بمكان، ولكنه اعرف هواية في الصنف المدرع، وبالاخص عملت بكتيبة 14 رمضان، كنت مساعد وامر سرية، فاعرف كل المراتب والجنود، وهذول ورا التشرين كلهم اتطشروا. فاليوم بالجولة بكلية الاركان نروح الى خانقين وعلى دراوشكا، وعندنا تمرين قراءة خريطة، يدزون ويانا حماية من الجنود، مدرعات وسرية، يخافون لدورة بكلية الاركان تنضرب من المخربين. فوصلنا، نزل واحد من المدرعة شايل فد بندقية هيك بالعرض مخليها، طويل كبير، فد جندي محترم، نزل سلم علي: شلونك سيدي، شلون صحتك؟ قلت له والله زين. وياي تلاميذ من الكلية يعرفون اني انسى الاسماء، مرات ادلغ ما اعرف، هوايه شايف هوايه. فقالوا: ابو باهر، انت كل واحد ما يلاقيك بهالمكانات هذا تقول له اهلا وسهلا وهذا، لكن تقول له عارف فلان شو اسمه، تلقاه ما يصير بس تقول له اهلا انت شلونك. قلت لهم: يا معودين، معقوله اني هذا ما اعرفه؟ هذا اصلا ضابط صاف جدا ممتاز، وهذا بكتيبة الرابعة، واصلا فدرامي ممتاز من الطلقة الاولى يضرب الهدف. قال لي: لا سيدي، يبين ناسين انا طباخ بالكتيبة. هذه ظليت الحقيقة في موقف محرج، من نادى ابالغ به انه هذا شلون رامي ممتاز من الطلقة الاولى، بين هذا حتى الدبابة ما راكبها، العاد اسمه شلون؟ قلت له: بل ترى العفو انا متيه ما ادري ايش، لغمطتها. اليوم هم صارت واحدة من هذني، بس يعذرني الاخ عقيل بالبداية. الاخوان، الحقيقة الموضوع مالنا اليوم العقيدة العسكرية او مفاهيم في الاستراتيجية مثل ما تشوفون. هذا الموضوع اني دخلت كلية الدفاع الوطني وبرتبة عقيد، وشغلت مناصب كثيرة، ويمكن أنا الآن، ولو الأخ الدكتور أشار إلى قسم وقلت له، أنا الآن أشغل المنصب ال 32 في خدمتي. هسه تقولوا: لا هذا ايش قد كبير بالعمر؟ لا، لأن كل 5 6 أشهر بمكان، ومع ذلك ترى عامل العمر هم أنا موجود. فما كانت عندي فالصورة واضحة، وأستحي أقول شنو بالله هذا، لأنه شوف بس ناس معينين يحكون بالاستراتيجية واستراتيجية. شنو هاي الغضب يا الله استراتيجية؟ هل هذا كيمياء، علم ذرة، فيزياء؟ شنو هو؟ ما تيسرت لنا الفرصة أن يجي واحد ويشرح لنا إياها ويفهمنا شنو الاستراتيجية، ويبسطها بشكل بحيث تكون مقبولة لنا، وما يصير فرد موضوع من يجي أن أصلا ما أقدر أحكي به. بس أشوف بعض الرتب كانوا ويانا ضباط بالدورة، والهيئة التدريسية برتبة ألوية كانوا، وأنا عقيد، أسمع يقول استراتيجية واستراتيجية. شنو هذا؟ أنا بعدين من رجعت مدرس بالكلية، وبعدين صرت عميد كلية، بديت أبحث هالموضوع هذا وأطلع عليه، وتبين إلي أنه فد موضوع سهل وبسيط
ولكن أحيانا لأنه إحنا ما نبحث بمجالات حياتنا العسكرية أو حياتنا الوظيفية كل في مجاله، ما حد يتطرق لهالموضوع هذا بشكل جدي. أرجو أن أوفق خلال هذه الساعة، أو إذا شفت أكثر لأنه القاعة مالتكم توهس أكثر من ساعة واحد يقدر يقعد بيها، أنه خلال ساعة وساعة ونص نقدر نشرح لكم بعض المفاهيم عن الاستراتيجية. وإلا الاستراتيجية هو في حد ذاته موضوع كبير وواسع، مثل ما هسه راح تشوفون شنو القضايا اللي يشملها، لكن أحاول أن أنطي مقدمة أو تعاريف بسيطة لهالموضوع هذا حتى أقرب من أذهانكم، سيما وأنتم الآن وأنا أخاطب بالدرجة الأولى رفاقي طلاب الكلية، باعتبارهم هم الشباب المعول عليه بالمستقبل، وهم راح يستلمون المسيرة من عندنا بالسنوات القادمة إن شاء الله. فالاستراتيجية ترجمتها للعربي هي كلمة السوق، هذه بداية. من تسمعون كلمة استراتيجية، هذه كلمة إنجليزية مأخوذة عن كلمة لاتينية الأصل اسمها ستراتيجوس بالأصل، وتعني فن القائد أو فن الجنرال. هذه ظهر